مساء الخير، وزي ما بوعدكم كل مرة في برنامجكم تعالى ما اقولكش ان معايا نجم او ضيف مميز. النهارده فعلا معايا نجم في مجاله وضيف مميز جدا، وكلنا بنصحى الصبح ندور على اخبار، عشان كده ماسكين القلم والورقة. معايا النهارده دكتور علم الفلك الطاقة دكتور رئيس رأفت. اهلا بيك يا دكتور، منورني. تعالى ما اقولكش معايا مسامير. تسلمي لي. اخبار حضرتك والله ايه؟ الحمد لله بخير. واخبار ابراجنا ايه بقى في رمضان والعيد؟ الصحه والفلوس والشغل اهم حاجه، اكيد طبعا والحب طبعا. الابراج طبعا حلوه جدا ان شاء الله. فتره رمضان فيها تفاؤل ان شاء الله، فيها خير بسبب اكثر شيء الابراج اللي حتكون محظوظه بشهر رمضان والعيد الابراج الترابيه والمائيه اكثر، بسبب انه الزهره تقلت للثور. الثور طبعا برج ترابي. الابراج الترابيه الثور، الجدي، العذراء. والابراج المائيه زي السرطان والحوت والعقرب، دول حظهم حلو. حيكون الاكثر حظا بفتره رمضان والعيد. طبعا دول حياخدوا النسبه. والباقي ما لهمش حظ؟ لا، في لهم حظ لكن بطريقه ثانيه ممكن نتكلم عليها اكثر، لكن دول اكثر حظ بالنسبه للابراج المائيه والترابيه بشهر رمضان والعيد. طيب احنا عايزين اول حاجه هندخل عليها برج الحمل. هو برج ناري وشويه بيقولوا عليه مغامر. تمام. ده حقيقي ان هو برج مغامر؟ طبعا الحمل يبدا من 21/3 ينتهي ب 20/4. هو طبعا برج زي ما اتفضلتي مغامر وجريء ومتهور وصريح جدا. صراحتهم موديان في داهيه كتير، وبيتعبوا كتير بصراحتهم. دايما بقول له للحمل هدي، اهدى شويه، اهدى، ما تستعجلش، ما تتهورش في اتخاذ القرارات. طبعا الفتره دي نحن بنقول برمضان عنده فتره رائعه جدا رمضان جدا. والعيد احنا هناخد الاثنين مع بعض. رمضان والعيد عنده نجاح ماليا في الدرجه التوب، في الفلوس توب. استرجاع فلوس، تحقيق مشاريع ماليه ان شاء الله. ده البرج الحمل. من ناحيه اخرى بحذر برج الحمل برمضان والعيد بحاجه السلبيه بقى، انه ينتبه من بيع وشراء عقارات او يدخل في متاهات في مشاكل عائليه. وياخد باله من ادوات الحد والنيران وقت بيكون في داخل المطبخ. يعني كان شيف او كان ست برج حمل تخلي بالها في المطبخ والادوات الحد والنيران. طيب الصحه، صحيا ينتبه على صحته شويه. الامور مش بتكون مريحه تمام، مش كويس، يحافظ على صحته. بس طبعا يعني بس هلا دخل عيد ميلاده برج الحمل، يعني هلا تدريجيا حيستعيد عافيته برج الحمل ان شاء الله بعد عيد ميلاده. نعم. طيب وفي الحب عنده حلو، كان الشهر فات حلو، والشهر ده اللي كمان ممكن حقق نجاحات فيه حلوه. ممكن انا علاقه هيبشر بعلاقه حلوه جدا ان شاء الله. يعني اللي ما ارتبطش ممكن يرتبط تمام، ممتاز جدا. ندخل بقى يا دكتور على برج الثور، البرج الكسلان اللي مش بيكذب ابدا يا دكتور. هو بيكذب ولا ما بيكذبش؟ لا، في كذب طبعا، وبتصف في البخيل نوعا ما برج الثور، لكن مش دائما، لكن الاكثريه طبعا نسبته اكثر، عشان ما حدش يزعل مننا من ابراج الثور. مش بخيل قوي يعني. طبعا الثور يبدا من 21/4 ل 20/5، دي فتره برج الثور. طبعا برج الثور الفتره دي من افضل الفترات، الفتره اللي احنا فيها دي من رمضان والعيد. هيكون مميز الاقوى من الابراج، لان هو برج هيكون عنده هلا حاليا فينوس الزهره دخلت برجه، هتدعمه عاطفيا ماليا، تحقيق امنيات، تحقيق احلام. هيلمع نجمه اكثر، هينحب اكثر، هيطلع حلو اكثر. الناس تقول له انت حاليا متغير، يعني عندك حاجه محظوظ جدا جدا، من الابراج الاقوى حظا في فتره رمضان والعيد من كل الابراج هو هيكون برج الثور. طب اخباره ايه في الصحه؟ صحيا بده ينتبه كثير على صحته، لبين يصير يعني تاريخ 21/4 بتباشر اموره افضل. يعني برمضان ياخذ باله على صحته، ينظم اكله ونومه حتى تكون اموره تمام. بالحب طبعا هي الفتره مميزه جدا لبرج الثور في الحب. يعني ممكن يحقق نجاحات في الحب، خطوبه، ارتباط، او ممكن ينهي علاقه يباشر في علاقه، او ممكن يرجع علاقه حب قديمه لبرج الثور تحقق. ممكن ترجعوا؟ نعم طبعا ممكن ترجعوا. طب والفلوس؟ الفلوس طبعا عنده حلوه جدا جدا، بس حتباشر بقى الافضل. يعني من نص رمضان حتكون اموره افضل ماليا لبرج الثور. الشغل انا شايف كويس. العمل عنده في تغييرات في العمل، في سفريات في العمل، الشغل في سفريات او تنقلات او تغيير عمل للافضل ان شاء الله برج الثور. ان شاء الله. هندخل بقى يا دكتور على برج الجوزاء، ابو وشين اللي بيتغير في 3 ثواني.
ايه يا دكتور البرج ده؟ الجوزاء. البرج ده ملوش حل والله. الجوزاء طبعا من الابراج الهوائيه، يبدا من تاريخ 21/5 بينتهي 21/6. طبعا برج هوائي والشيء ممكن نقول ومنتقد جدا، من الابراج المنتقده، وبدائعوا جدا جدا عصبيين ذكيين، يكرهوا الروتين، يحبوا حريتهم واستقلاليتهم. سؤال بس يا دكتور بيحيرني انا شخصيا، اتفضل. يعني معلش اقطع في البرج ده، ليه بجد هو بيتغير في 3 ثواني؟ ليه مودي قوي كده؟ مودي لاني عطارد كوكبهم ميركوري في الانجليش انه هو هوائي، انه لازم نحن ناخذ الحاجه وقت نطلبها منه يقول اوكي ناخذها، مش نستنى لبعد ساعه او نص ساعه ممكن نغير رايه. طب ما في ابراج تانية هوائيه بس مش زيه. تمام، لانه هو له طاقه وشين كصفات رجل وانثى، والشين ممكن تغير بلحظات اكثر من كل الابراج الهوائيه. طب اخباره ايه في الصحه؟ الصحه طبعا حاليا صحته مش قويه كثير، وسط يعني وسط طبعا. بالنسبه للفتره دي لرمضان والعيد عنده فتره تغيير سكن مناسب له، سفريات، تنقلات، ممكن يعمل شيء بالسر يكون مميز، ممكن يصير عندهم جواز كمان بالسر، حاجه بالعلاقه بالحب. طبعا هلا انا بحذر الجوزاء في رمضان والعيد ياخذوا بالهم من مصاريفهم، يضبطوا ميزانيتهم اكثر، ينتبهوا ما يدخلوش في مشاكل. قال يعني هم صريفه قوي يا دكتور؟ لا الفتره هيزداد عندهم. لا الفتره بقى حركه الفلك حتلعب معهم الصرف الزائد اكثر. حلو ده. حلو، بس العمل ممتاز. لكن الحب حيكون عندهم الافضل في شهر 4 مش دلوقتي، يستنوا. هلا الحب يعني نورمال الطبيعي، والشغل بالنسبه لهم الدنيا تمام ممتاز ان شاء الله، العمل كويس ان شاء الله، ما فيش اي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله. هندخل بقى يا دكتور على برج السرطان، برج مودي ومزاجي ومتقلب برضه. من الابراج انا بعتبرها السرطان بيتوتي، كوكب القمر، حساس، عاطفي، مزاجي، صح، في عنده شويه الجبان، في بعض الاحيان يكون جبان السرطان. مزاجي بسبب كوكب القمر، لان القمر بينتقل من برج لبرج كل يومين ونص، بيكون هو السرطان ده مش بينقض على الناس؟ ممكن، بس هو طيب بالاخر. مائي عاطفي، ابراج العاطفيه المائيه، الاكثر شيء العاطفي السرطان والحوت. العقرب بيجي اخر مرحله، السرطان هو الاقوى، والحوت من الناحيه العاطفيه اكثر، الثالث هو العقرب. لكن السرطان انا بعتبر من الابراج اللي بيتوتيين اكثر، يحبوا البيت، مرتبطين باهلهم اكثر. لكن يبدا من 22/6 بينتهي ب 22/7. هي الفتره فتره برج السرطان. فتره رمضان والعيد لبرج السرطان من ناحيه الصداقات، الفتره حتكون مميزه بصداقاتهم اكثر، هيتعرفوا على ناس كتير جدا. صداقات، هيتعرفوا على ناس كتير، هيحققوا امنياتهم في تحقيق امنيات ليهم، وامال واحلام حلوه جدا. في العمل هيكون ناجح جدا جدا بعملهم. لكن انا بحذر برج السرطان جدا، لاني هينتقل المريخ عندهم. المريخ هو كوكب الحرب، كوكب الدم، كوكب النار، يعني عندكم مشاكل لغايه 20/5. ياخذوا بالهم برج السرطان، يعني بعد 20/5 الدنيا تهدى تنضبط معهم، لان هلا السرطان حيكونوا منفعلين، عندهم الكاريزما اكثر. لكن بالناحيه الاخرى في تهور، في توتر، في عصبيه. انا بحذر برج السرطان. في الحب طبعا حيكون ناجح جدا، والمال حلو عندهم، الفلوس حلوه جدا، وعمل ناجح كمان. صحيا شوي ينتبهوا على صحتهم ان شاء الله.